بيكم في اول فيديو في سلسله الاضطراب في كبسوله. فاول حلقه النهارده هنتكلم عن اضطراب الفصام. طب ايه هو الفصام وليه مهم ان نعرف؟ تعال اقول. اول حاجه هنتكلم عنها دلوقتي ايه هو اصلا الفصام. الفصام عباره عن اضطراب عقلي بيصيب الفرد بخلل وتشويش في الافكار والمشاعر والادراك بتاعه. يعني بيبقى عنده مثلا فكره ان هو يعبر عن مشاعره ديت بالنسبه له غلط او ما بيعرفش يعبر عنها. مثلا اوقات الفرح هتلاقيه زعلان والعكس صحيح. كمان ان هو يكون مدرك الواقع اللي هو موجود فيه، هو اصلا بيحب العزله ويعيش في عالم وحي الخيال هو اللي عامله، هو اصلا بيكون منفصل عن الواقع. وكمان الافكار بتاعته بيكون مش مترابطه، يعني يجيب افكار من الشرق على افكار من الشمال. هو اصلا غير مؤهل ان هو يكون موجود في بيئه العمل مع العلم. هو بيكون مبدع ومفكر جدا، بس طبعا بسبب الاضطراب الهلاوس اللي بيكون موجود عنده بيستحيل ان هو يقدر يشتغل. ظهر مصطلح الفصام دوت في اواخر القرن ال19 وفي اوائل القرن ال20، بس مع ذلك ان السلوكيات ما كانتش ظاهره لسه. لا، السلوكيات بتاعته والاعراض كانت موجوده من الاف السنين. وكان الطبيب البلجيكي بنتكيت موريل كان هو اول واحد شخص الفصام دوت واطلق عليه مسمى الخرف المبكر. مريض الفصام اصلا بيأثر على حياه اللي حواليه بالسلب جدا، يعني بس هو ما بيكونش حاسس بالموضوع ده. هو الوحيد اللي بيكون مش حاسس بالمعاناه على قدر ما بيكون اللي حواليه. بعد كده اكيد في علماء طبعا طوروا الموضوع ده لغايه لما اطلق عليه الشيزوفرينيا او الفصام. وكان كل عالم كان التفاصيل بتاعته والمعايير. بعد كده هنتكلم عن المعايير التشخيصيه لمرضى الفصام وازاي اقدر اشخص المريض دوت او الشخص اللي قدامي دوت بان هو يكون عنده مريض فصام. اول حاجه هنتكلم عن المعايير الموجوده في DSM اللي هو الدليل التشخيصي لمرضى النفسي. هنتكلم عن المعايير التشخيصيه واحده واحده. اول حاجه عندنا وهي الضلالات والهلاوس. الضلالات هي بيكون معتقد غلط موجود ومترسخ موجود في عقل المريض الفصام. هو مقتنع بحاجه ان هو مش هيقدر يغيرها مهما جبت له بدلالات او ان انت تقدر تقنعه بالحاجه دي. هو خلاص هو يفضل مقتنع بالاعتقاد دوت. هو اصلا اعتقاد غلط كمان، بس مش معنى ذلك ان يكون اي حد عنده اعتقاد او ضلالات ان هو يكون مريض فصام. ممكن مثلا تلاقي مريض فصام ده هتلاقي لك انا مسيح الدجال، انا نبي وكل الموجودين عيلتي كلها انبياء. وعلى فكره دي قصص موجوده فعلا بالفعل. تاني حاجه وهي الهلاوس، دي بتكون افكار وحاجات هو شافها مثلا او سمعها، وبيكون فيها هلاوس سمعيه وبصريه وشميه. يعني ممكن مثلا يقول لك انا سمعت مش عارف اصوات بتتكلم ايه، او شاف ان هو شاف حاجه معينه، بس طبعا الكلام ده مش بيكون موجود. ممكن يقول لك مثلا ده انا مش عارف رئيس ترامب كلمني، او ايا كان من الحاجات اللي بتكون موجوده. تالت حاجه وهي ان يكون الافكار والكلام بتاعه بيكون غير منتظم. يعني زي ما احنا قلنا من شويه ان بيكون جايب كلام من الشرق او كلام من الغرب، يعني وكلام بيكون غير مفهوم وما بيعرفش يكون جمله على بعضها. بيكون سلسله كلام الجمل بتاعه والمواضيع اللي هو بيفتحها سلسله من المواضيع الغير مترابطه. كده السلوك الغير منتظم. مرضى الفصام سلوكهم بيكون غير منتظم وغير مفهوم. يعني مثلا ممكن يكون عندهم ساعات احيانا بيكون السلوك السيد اللي نوبات من الهلع والهياج، وكمان ساعات بيكون عندهم حاله من الجمود وعدم الاستجابه. وبيكونوا ممكن مثلا تلاقي مره واحده بيلبس لبس غير مفهوم، زي مثلا فيلم كاكا كده محمد سعد لما كان بيحضر العزاء ببدله وشورت. بعد كده انعدام اللازمه. مريض الفصام ما بيعرفش يعبر عن مشاعره زي ما احنا قلنا، ويكون غير مهتم بالمواقف. مثلا الفرح، لو هو مثلا تلاقيه قاعد فرح هتلاقيه قاعد زعلان عادي، ما بيكونش حاسس بالفرح. حتى لما ممكن مثلا تلاقيه في مواقف بيعبر عن الموضوع بزياده عن اللزوم. يعني مثلا تلاقيه في مواقف مثلا زعل مثلا مش محتاجه ان هو الزعل في ايه، هتلاقيه بيعيط ومنهار جدا بالعياط. على عكس صحيح ممكن مثلا في مواقف برده ثانيه تلاقيه متبلد المشاعر. بعد كده الانسحاب الاجتماعي. مرضى الفصام بيحبوا ان هم يفضلوا ان هم يكونوا عايشين في عزله اجتماعيه وما بيحبوش يكونوا موجودين مع المجتمع. عشان كده برضه بيقلل من مهاراتهم وان هم يخليهم مش قادرين يتفاهموا مع اللي حواليه. انعدام الاراده. مريض الفصام بيبقى فاقد الشغف ان هو يقدر يتعامل مع اي حاجه، او حتى الاعمال الروتينيه اللي هو كان متعود عليها ما بيقدرش يعملها، زي مثلا الدراسه او الشغل او ان هو يكون موجود مع اصحابه. هنا بقى المهم، امتى اقدر اميز ان الشخص دوت عنده اضطراب فصامي، وامتى اقول ان ده بس اعراض مؤقته. اول حاجه يا عزيزي ان انت لازم يكون عنده الاضطراب دوت او الاعراض من ضمن الاعراض دي لمده لا تقل عن 6 شهور. تاني حاجه لازم يكون عنده اكتر من عرضين عشان اقدر اقول ان هو عنده اضطراب. ثالث حاجه ان يكون الشخص دوت مثلا او السلوك بتاعته او الاعراض ديت ما تكونش نتيجه عن مخدرات. بعد كده لازم اكون اتاكد ان الشخص دوت ما عندوش مثلا توحد او اضطراب من ضمن الاضطرابات اللي هي بتفقد التواصل، عشان اقدر اشخص ان دوت عنده مريض فصام. لازم طبعا يكون عنده اوهام او ضلالات.